بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم من قناة اكلات ويوميات يا صباح الخيرات ويا مساء الخيرات على حسب ما تشوفوا الفيديو بتاعي. النهارده بقى كده افكار جديدة لوصفات جديدة كل يوم. فكرة جديدة للغدا بتاعنا النهارده، فقلت النهارده ايه اشارككم معاه شوية اكلات للاسبوع اللي هيناسبوا اي حاجة هيعمل منها، يعني بنساعد بعض بالافكار كل يوم فكرة جديدة. زي ما شايفين عملت ملوخية خضراء ورز وكمان سلطة بابا غنوج، والحمد لله فضل ونعمة من ربنا. بعدها تاني يوم عملت بقى ايه، قلت اول يوم ما كانش فيه بروتين ولا حاجة، كان رز بس وملوخية ورز وخلاص. قلت بقى التاني يوم اعمل شوية مكرونة كده حلوين وكفتة وطبق سلطة وفضل ونعمة من ربنا. بعد كده ممكن برضو تجيب فطير وعسل وجبنة او مثلا قشطة او مثلا على حسب بقى انت بتاكلي الفطير بايه بالظبط. كان عندي جبنة يومها، دي كانت بطعم الجبنة الرومي الشيدر، وجبنة بيضة وعسل على طحينة وفطير، والحمد لله فضل ونعمة من ربنا. يعني بنحاول ايه نغير. قلت بقى اعمل ايه صينية محشي كده حلوة، محشي كوسة كان طعمها حلو جدا. هي طبعا الكوسة غالية جدا جدا اليومين دول. وكمان عملت يعني حاجات بسيطة كده، وكمان كان عندي ورق كرنب كنت مفرزاه في التلاجة في الفريزر، وعملت فراخ والحمد لله فضل ونعمة من ربنا. يبقى محشي وعملنا كل اللي احنا عايزينه. ده بقى كان في يوم تاني خالص، بس برضو يعني ايه تنويع برضو. كان ممكن تعملي محشي بتنجان وفلفل ولحم زي ما انتم شايفين كده، بتنجان وفلفل ولحمة وشوية شوربة وخلاص والحمد لله. فاضل بقى عندك شوربة هتعملي بيها، ممكن تعملي بيها ملوخية، ممكن تعملي بيها اي طبخة تانية. فالشوربة قمت عاملة فيها شوية نابت وحمرت شوية رز كده وما شاء الله والحمد لله. وكان عندي بقى طبق بطاطس في التلاجة، مش هترمي حاجة، الحاجة كلها غالية مولعة، فكل واحدة هتستفاد بالاكل اللي عندها. ده كان عندي طبق بطاطس بقاله يعني بقاله يومين 3 حطيتهم في التلاجة وتطلعه وتسخني. الكينج بقى بتاع الاكلات كلها حمام، وعملت شوية رز اصفر. الحمام ده مكنتش حشياه، هو كان كبير شوية فما حشتوش متحمر. وكمان عملت شوية رز اصفر وطبق سلطة والحمد لله فضل ونعمة من ربنا. برضو الفول ممكن تعملي يوم تجيبي شوية فول تدمسيهم وتعمليهم، وجنبهم بطاطسية مقلية او قرصين طعمية او تسلقي بيض او تعملي بطاطس مهروسة، اي اكلة انت بتعمليها. يعني هنقضي اي الاسبوع على حسب تكلفتك انت بتعملي ايه. نهاية الاسبوع قلت بقى نعمل شوية ايه سمك كده حلوين وطبق سلطة بلدي العادية خالص، وكمان شوية رز بالبصل بس حطيت عليه قرفة بتديله طعم وريحة، طعمه حلو جدا. اشوفكم بقى فيديو جديد، متنسونيش في الشير واللايك. مع السلامة.